الأخ كروم الحيمي طبعا الكل يعرفه في مواقفه. يعني يوقف مع المساكين، يوقف مع الحالات الذين أمراض، يوقف في القضايا، يعني أكثر قضايا وجهه باين والنعم فيه ما قصر مع أحد، ودائما فعال بالخير. أي حالة إنسانية، أي واحد مريض، أي قضية يوقف معه وينشره، برغم أن حالته المادية يعني الله يعينه. بس فهذا الأيام طاح سقف بيته بسبب يعني كثر الأمطار، وما قزم ينشر ولا يتكلم ولا أي شيء. ويعني عندما شافه قد الصدق التقى إلى أخوته، ما حد يفزع إلا مع أخوانه، واليمنيين كنا يد واحدة وأخوه كلنا. فالذي يشي يتساعد معه يتواصل معه عبر. والله ما أنا داري كيف أبدأ لكم، ولا أنا داري كيف أدخل في الموضوع. خلونا أوريكم بعدها. سهل. حياكم بالله، سألتكم بالله، هذا يرضيكم؟ هذا بيتنا طبعا، بيتنا الغرف كامل هكذا كلهن من المطر، والغرف كامل هكذا، والفراشات كلهن تخسعين وكل شيء خرب. أنا من بداية المطر وأنا ساكت، ويعني وبين كابر، وما أشيش أوصل لهذا المرحلة، ما أشيش أوصل إني أطلب الفزعة لنفسي. فهذا أول فزعة أطلبها منكم. يعني يا جماعة الخير، ايش اقول لكم، بيتنا والله قد وين كح الصدق. اين اسير لمن اتلجأ؟ اتصلت لكم من صاحب، اتصلت لي بيمكنوني خطوة بعد انا طالب منكم الفزعة، كل واحد الذي يقدر يفزع معي، الذي يشتي يفزع معي فوق عيني وراسي، على رقمي 7209283666. الاسم كامل عبد الكريم محمد علي يحيى الحيمي.